اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة كده فيديو جديد وروتين جديد هيشجعك، بس الأول ندعي لأهل فلسطين، يا رب انصرهم نصرا عزيزا يا رب، وثبتهم وانصرهم على أعدائهم آمين يا رب العالمين. هعمل شوية كده عصير جوافة الأول، كانوا عندي يعني في التلاجة بطريقة سهلة خالص، وطريقة حلوة كده هتخلي العصير طعمه تحفة. بحط شوية سكر وجوافة يعني وشوية سكر عليهم، وبنزل بكوبايتين كبار من اللبن، وبعد كده بقى بتحطي بقى مقدار المية اللي انت عاوزاه، يعني عليهم شوية مية كده، وبخليها تقيلة كده مش خفيف، وعليهم بقى شوية فانيليا سايلة كده معلقتين كبار، ويبقى طعمها تحفة. بتبقى احسن عصير يعني اطعم عصير الولاد بيحبوه، عصير الجواف. بعد كده بقى بمسح كده الخلاط كويس جدا بشوية خل كده. عايزة تخلي أجهزتك بتاعة المطبخ كلها نظيفة، بعد ما تخلصي سريعا كده 5 دقايق تمسحها كده بشوية خل على فوطة المطبخ، وبيرجع جميل خالص نظيف زي ما يكون لسه انت شارياه النهارده. انا على طول كده كل ما بعمل حاجه في الخلاط بمسحه كده بشويه خل، بيرجع نضيف معايا وعلى طول نضيف، وبعدين كده اعينه بقى في المطبخ. بصوا بقى عصير الجوافه ده كده جربوه بشويه اللبن كده بشويه فانيليا عليه كده، يعني كوبايتين بس من اللبن عليهم اللي انت تحبيه بقى من الميه، وتقليه كده وهو طعمه خرافه. النهارده كده روتين كده سريع، هقول لك على شويه حاجات تعمليهم. طبعا الهدوم ما بتخلص، الاول خالص قلت اعمل بقى شويه، اغسل بقى شويه الهدوم ده، حطيت طبعا المسحوق وكده. شويه حاجات تعمليهم في يومك، يخلي شقتك على طول او بيتك على طول متروق كده ومترتب. اول ما تقومي من النوم على طول السرير تنظميه قبل ما تطلعي من الأوضة، وبعد كده شوفي الغسيل، لان الغسيل والمطبخ دول حاجتين بيخلوا الشقة مش متروقة. انا اول حاجة خالص بعملها المطبخ والغسيل، لو في غسيل على طول بخلصه، وبقى يعني اخلصه كده وانشر، وبعدين اشوف ورايا ايه. طبعا خلصت غسيل ونشرت، وطبعا شطبت المطبخ كله، بس طبعا ما جبتوش معاكم يعني. مش كل فيديو بقى هقعد اغسل مواعين وكده. اليوم ده بقى كان في حد بينادي وكده تحت في الشارع بسمك صغير، احنا بنسميه بسارية زي ما انتوا شايفينه كده. طعمها جميل، وصراحة كده انا كنت محتارة على الاكل وكده، قلت اجيبها اعملها في صينية بيبقى طعمها تحفة. بنضفها الاول، هو صغيرة كده، بتبقى كده ايه، صغيرة، تحسوا ان هي طعم السمك، بس طعمها بيبقى تحفة. بشيل كده اي حاجه، وبعد كده ببدا ان انا بقى ايه، اغسلها كده. طبعا كل يوم بنحتار على الاكل، فما صدقت يعني واحد في الشارع بينادي وكده على السمك ده الصغير ده، قلت بقى اجيبه واعمل شويه رز ابيض وبيبقى طعمها تحفه. الولاد عندي كلهم بيحبوها، يعني اللي ما بيحبهاش بحمر له شويه بطاطس بقى وخلاص. بس هي بتبقى طعمها تحفة يعني. فبنضفها كده، بشيل الراس بالبطن بتاعتها كده، وبعد كده انضفها كلها، وبعد كده باخدها على الحنفية واغسلها بقى، واعصر عليها ليمون، عما بال بقى ما احضر الملوحة بتاعتها اللي انا هحطها فيه. شوية حاجات كده لو عملتها كل يوم، زي ما قلتلك تقومي كده تنظمي السرير بتاعك. طبعا انا بذكر نفسي معاكم يعني وكده، وبتشجع معاكم. بعد كده بعد ما اتوضى واصلي كده بدخل على حوض الحمام، ابدا ان انا كده ايه، اغسله كده لو عايز اي غسيل وكده. بصوا اهو انا خلصت التنظيف خالص السمك الصغير ده، وبعد كده بقى ببدا ان انا اعمل الملوحه بتاعته. عندي طماطم وخضره وتوم مفروم وقرنين شطة كده حمر. بصوا اولا بيحمروها كده بيخلوها حمرة، ثانيا بيخلوها مشطشطة كده، هي بتبقى مشطشطة بتبقى طعمها تحفة، بتبقى طعمها لذيذ وتبقى طعمها جميل. بصوا بقى معايا كده ليمون كتير، بس الليمون مش هعصره في الخلاط، يعني بعد ما اطلعها وكده هبدأ ان انا اعصر الليمون. ومعايا الطماطم وتوم مفروم، طبعا حطيته برضو في الخلاط، وحطيت كمان كمون وملح. ببدأ ان انا بقى اخلطه، بس خلطة ايه يعني ضربتين تلاتة كده في الخلاط، ما برضاش يعني اخلطه يعني كتير، ضربتين تلاتة كده في الخلاط عشان يبقى ناشف وحلو يعني. بخليها خشنة كده مش ناعمة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى بعصر عليها الليمون.
زي ما قُلت لِك بعد كده بقى بعد ما أغسل الحوض بتاع الحمام أعزكم الله، بادخل بقى على المطبخ والغسيل. لو خلصت من المطبخ وغسلت الهدوم بيفرق كتير. يعني نغسل هدوم كل يوم، ما نراكمش هدوم، يعني كل يوم نغسل هدوم. لو اتأخرنا يعني في الهدوم كل يومين. ليه بقى؟ عشان لو الهدوم فضلت يومين 3 هتتراكم معانا، هتلاقي عندك هدوم كتير، ياخدوا يوم كده نغسل الهدوم مثلا في يوم بقى، ونشير ونخلص من الدور ده، نحط الدور ده وننشر، ويبقى المناشر مليانة هدوم وكده. لا، كل يوم تحط دورة في الغسالة كده. لو عندك غسالة اوتوماتيك، لو ما عندكيش او عندك غسالة هاف كده يعني نص اوتوماتيك، برضو تغسلي كل يوم. بيفرق كتير، بيفرق في نظافة البيت وكده. بعد كده المواعين تخلص على طول من الحوض. لو جه طبقين كوبايتين معلقتين اغسليهم، بتفرق كتير برضو. كل ما مواعين تيجي في الحوض وتخلصيها برضو بتفرق كتير. بصوا بقى كده انا خلصت خلاص الملوحة خلصتها كده. وهبدأ ان انا بقى ايه احط جبت صينية بقى كبيرة، واحط بقى الصلصة بقى اللي انا عملتها دي كده، كل حاجة كده ناشفة في بعضها كده. واحطها كده في الصينيه. وبعد كده بقى بحط البسارية دي، احنا عندنا بنسميها بسارية، شوفوا بقى انتوا عندكم بتسموها ايه. بحطها كده. بصوا عشوائي كده، مش برصها، بس اهم حاجه تكون يعني كل واحده جنب التانية، مفيش واحده على التانية، سريعا كده. بقول لكم بيبقى طعمها جميل جدا. وكمان خصوصا ان انا حاطه عليها بقى شطه كده، مشطشطاها كده وطعمها جميل. بطبخ طبعا جنبها شويه رز ابيض، او ممكن تاكليها بعيش كمان، عيش ومخلل كده وسلطه وبصل اخضر كده. بس انا ما كانش عندي بصل اخضر، طبعا عملت بصل ناشف وكده في شوية خل. برضو دي اساسي جنب الاكلة دي، تبقى طعمها تحفة. طبعا بدخلها الفرن كده، واحط عليها بقى شوية زيت. اهم حاجة الزيت، معلقتين كبار 3 كده من الزيت، برضو بيدولها نفس كده ويدولها طعم كده. بتبقى طعمها خطير. دخلتها الفرن بقى كده على نار متوسطة، مش عالية قوي ولا واطية قوي برضو. هي ما بتاخدش سوا كتير، ما بتقعدش كتير في الفرن يعني. بصوا طالعة تحفة كده وشكلها جميل. وطعمها لذيذ. طبخت بقى شوية رز ابيض كده وشوية مخلل كده، وجبت بصل، اهم حاجة البصل جنب الاكلة دي. بقطعه كده طرنشات واحطه في خل في مية، وبعد كده بقى بشيله من المية. برضو طعمه بيبقى جميل جدا جنب الاكلة دي. جربوها زي ما انا عملتها كده بالطريقة دي. ممكن الطريقة دي كمان تنفع السردين. السردين برضو، اللي هو السردين الكبير، تنفعها برضو، بيبقى طعمه تحفة. طعمها كان جميل. بصوا بقى كان عندي بقى الريسبشن عايز تنظيفه كده وترويقه. طبعا انتوا عارفين ان التراب يومي، كل يوم لازم بيبقى يجي تراب من الهوا طبعا. فانا كان عندي كده الريسبشن سريعا كده، قلت ايه انضفه كده سريعا كده. طبعا انا كنت عاملاه برضو تنظيف عميق. برضو بتفرق لما تبقي داخله كده على الشتاء او الصيف، وعامله كل غرفه في بيتك او في شقتك تنظيفه عميقه. بعد كده اما تعوزي بقى لقيتي بقى مكركب كده والتراب اجي عليه وكده سريعا كده هتخلصيه في ثواني. انا الريسبشن عندي خلصته هو والبلكونه، خلصته في نص ساعه، ما خدش مني نص ساعه. طبعا لقيت المكتبه كده برضو اللي فيها التلفزيون عندي فيها شويه تراب، بالفوطة كده بمندية شوية مية كده صغيرين ومسحتها كله. ولو عندك شوية خل كده على شوية معطر رشيه على رشيه على الخشب، بيلمع، بيبقى بيخلي الخشب بيلمع، بيبقى زي الفل. طبعا برضو لقيت الازاز كده لمعته وظبطته وخليته بيبرق، بس هو في شوية خربشة كده من خربشة ازاز كده مش راضية تطلع يعني، بس خليته يبرق يعني. بصي بقى بعد كده في ان احنا نعمل كل يوم الحاجات دي، وبعد ما نخلص الهدوم والمطبخ برضو الشقة كل حاجة حطيها مكانها. تلاقي كل حاجة مثلا مش في مكانها، لا كل حاجة حطيها مكانها. كمان عندي الترابيزة دي كده الصفار اللي عليها دي كانت مكسورة، ف يعني لزقناها، بس اللزق طبعا جه اصفر يعني، فانا هبقى اغير الرخامة دي واجيب بدلها ازاز احسن يعني. بس لمعتها كده من تحت كده وظبطتها. وكمان الباب بتاع الريسبشن عندي كان فيه تراب، طبعا لمعته كله، بس انا بجيب لكم يعني مقتطفات عشان الفيديو ما يطولش عليكم.
تعمليها كل يوم تخفف عنك وتلاقي بيتك على طول منظم ومرتب. انا بقول لكم النصايح دي وانا كده بعمل الروتين ده في الفيشن. طبعا مسكته كله، نفضته كله ومسكته خليته بيبرق. بصي بقى، انت بعد ما تخلصي تنظمي كل حاجة مكانها كده، عندك هدوم تغسليها كل يوم. لو غسلتي كل يوم مش هيتراكم عندك هدوم. تاني يوم بقى تلمي الهدوم وتطبقيها برضو على الانتريه او تحطيها على السرير وتسيبيها. لا، ايدك فيها على طول، لمتيها ايدك فيها وحطها في الدولاب. صدقيني لو هي اتحطت على السرير هتفضل يومين او ثلاثة ممكن محطوطة من غير تطبيق. لو هتطبقها اي حاجة كده وتحطها في الدواليب. اهم حاجة نحط كل حاجة مكانها. 3 حاجات دول تعمليهم، اللي هي اول حاجة تغسلي المواعين اللي هي في الحوض اول باول، برضو الهدوم اول باول، كل حاجه تحطيها مكانها في مكانها في الشقه. وكمان حاجه مهمه جدا بنوه عليها كل فيديو: اي كركبه يا جماعه في البيت اتخلصوا منها، مش محتاجاها. في ناس محتاجينها او في ناس مش محتاجينها، ارميها. امرنا على الله بقى نرميها ليه؟ بتجيب لنا طاقه سلبيه، بتجيب لنا طاقه سلبيه. انا خلصت كده الريسبشن كله وفتحت بقى البلكونه عشان بتاعه الريسبشن عندي. طبعا هي على الشارع وعايزه بقى تنظيفه، ما تصدموش من المنظر، هي على الشارع وبتتملي تراب زي ما انتوا شايفين كده. هخليها بقى دلوقتي بتبرق كده. بس انا عندي كده الاول اخلص اللي جوه، وبعدين اطلع بقى بره في البلكونه اظبطها. طبعا مش هكنسها ولا اي حاجه، لا، انا هغسلها بالميه من فوق لتحت كده. اغسلها بالميه، هي مش عايزه غير كده. طبعا التراب ده ناعم يعني وكده، ويوميا في البلكونه بسيبها. هي ما بنطلعش فيها كتير، فانا بسيبها مقفوله اول بقى ما افتحها وكده. لازم ان انا اغسلها بالميه. مسكت بقى اللي عندي السجاد كله. انا كنت يعني لسه فرشاه يعني في الفرش الشتوي، فكويس يعني ونضيف وحلو. بس اي حاجه تقع عليه كده سريعا كده زي ما قلت لك، يعني روتيني اليومي كده. يعني مش تنظيف عميق ولا اي حاجه، بنظم كل حاجة في مكانها. وأي حاجة بقى في الحوض بغسلها، لو حوض الحمام عايز غسيل بغسله. بس مثلا كده سريعا سريعا بتلاقي الشقة من حواليكي زي الفل، بتبرق وبقت زي الفل. كمان المكنسة بشفط بيها، كمان السيراميك عندي بشفط بيها السيراميك، برضو بيرجع برضو زي الفل معايا. هي بتشفط كل حاجة. وشوية يعني كل شهر أو كل شهرين كده بطلع منها المكنسة، بيبقى فيها بقى التراب وكده. بطلعه منها بقى. اهو زي ما انتوا شايفين كده. سريعا كده خلصت اللي ورايا، وخليت الريسبشن عندي بيبرق كل حاجة كده في مكانها. ولمعت كل حاجة بقى فيه، ترابيزات والمكتبة، كل حاجة لمعتها وبقت معايا زي الفل. وكمان السيراميك لو انت مكسله اكنسيه كده بالمقشه اليدويه، ما عندكيش مكنسه، او بالمكنسه بيرجع نضيف معانا زي الفل. خلاص احنا عاملين تنظيفات عميقه وهي الشقه معانا زي الفل. او كمان خدت المشايه دي كمان، خدتها كده بالمكنسه. بعد كده ما نفضت الركنه كلها من اي حاجه عليها. كمان الركنه لو لقيتها مثلا هي مش نظيفه هشيلها. بس الركنه بتاعت الريسبشن عندي ما فيش حد بيقعد فيها كتير، فبلاقيها نضيفه على طول. اما بتاعت الليفنج عندي اللي هي بنقعد فيه على طول، ده بتبقى مش نظيفة قوي، فبحتاج ان انا اغسلها كل شهرين كده. بشيلها واغسلها، احطها بس في الغسالة دورة غسيل كده، اللي هي المفارش بتاعة الركن عندي. بغسلها كده في الغسالة، بترجع معايا زي الفل. او زي ما انتوا شايفه كده. اي حاجه بقى في بيتك تلف لفه كده، اي حاجه في بيتك مفارش، اي حاجه عايزه تتغسل في ثواني شيليها وحطها في الغساله. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلصت كله بقى معايا زي الفل. بصي، ما خدش معايا اي وقت خالص بالمكنسه كده، عشان طبعا السجاد هو نضيف وفرشاه يعني. لسه فرشاه من قيمه يعني 3 اسابيع وكده، وتحت منه نضيف وزي الفل. لمعت بس كده من على الوش كده. وزي ما قلت لك اهم حاجه تنظمي وقتك، وكل يوم تقولي مثلا بكره هنظم، مثلا بكره هرتب مثلا ايه وكده، بكره هعمل ايه وكده. اهم حاجه يا جماعه تنظيم الوقت. اعملي لي بقى لايك، لسه ما عملش لايك الوقت يعمل لايك، وكمان لسه ما اشتركش في القناة يشترك معايا عشان يوصلوا مني كل جديد.
بصوا بقى انا خلصت كده الريسبشن كله زي ما انتوا شايفين، وفتحت كمان البلكونه كده عشان اجدد الهوا بتاعها، ولسه كمان الروتين بتاعي مخلصش كمان. بصوا دخلت بقى كده الحوض بتاع الحمام بتاع الريسبشن اعزكم الله. دخلته بقى. بصوا سريعا برضو كده قلت ايه زي ما انا قلت لك دلوقتي، يعني حوض المطبخ وحوض الحمام والمواعين والهدوم، ده اكتر حاجة بيبان النظافة فيها. ولو نظفتيها على طول سريعا كده مش هتاخد معاكي وقت. مثلا انت مش عايزة تنظفي الحمام تنظيفة عميقة، اهم حاجة ال- الحوض وبصي بشوية بقى ديتول كده، او شوية صابون او معطر او صابون سائل لو ما عندكيش. بعد ما تخلصي كده دعاكي الحوض كويس، رشرشي مية كده او رش مية كده في الحمام، بتفرق كتير. انا النهارده بصوا ما حبيتش ان انا ادعك السيراميك او انضفه، يعني هو كان مكسله يعني وكده، بس ما سبتوش. دعكت كده الحوض حلو وغسلته حلو خالص. وبعد كده بقى الحمام وانتي واقفة شطفيه كده بشوية معطر بقى. انا كان معايا معطر كده على شوية صابون سائل كده الدرغاوي كده، وفي الحمام كله بقى رشيته كله. رشيت السيراميك كل حاجة بقى في الحمام رشيتها كده، حتى لو مكسلين واحنا واقفين كده بشوية مية. كل يوم الحمام يا جماعة عايز نظافة يومية، وكل اسبوع لازم بقى تنظيفة عميقة. فالنظافة اليومية الحوض، تدعكي الحوض كده كويس خالص وتغسليه، واي حاجة تانية بالفرشة كده سريعا كده. وكمان تمسكي بقى شوية ديتول كده ومعطر وترشرشي بس الحمام كده اهو. بعد ما خلصته رجع بيبرق كأني بصوا غسلاه كله بقى. حتى لو احنا مكسلين واحنا واقفين كده شوية مية كده في الحمام وهيرجع يبرق معانا وبقى زي الفل. طلعت بقى البلكونة. طبعا يا جماعة البلكونة يعني تعتبر أرضي وتراب يومي، فاحنا مش بندخل فيها على طول، فبسيبها يومين ثلاثة كده. وبعد كده بغسلها بقى كلها جدران بقى والترابزين وكله بالمية. نص جردل كده واحطه كده في الماسوره يعني، عشان اجيب بعد كده واشطفها. يعني بنزل المية بقى اللي مش نظيفة دي واجيب اشطفها، بغسلها كلها بقى حيطان وعشان هي صغيرة يعني بالشفشق كده الحيطان وبرضو الترابزين وكل حاجة برجعها بتبرق كده. طبعا انا بحب كده اغسل البلكونات او السلم بيبقى عليهم تراب ناعم، بحس ان هما كده ما بينضفوش غير بالمية. في الصيف المية بتحسسنا كده بطراوة كده، اما في الشتاء طبعا الجو هو اللي بيمطر بقى، فبنزل برضو اخلصها برضو، اشطفها كده بالمية بقى. ما لو كنت لسه لحد دلوقتي ما حطيش اللايك، تحطي بقى اللايك والتعليق حلو منك. واللي لسه ما اشتركش في القناة يا جماعة يشترك عشان تشجعوني كده واشجعكم. بصوا خلصت كده البلكونة شطفتها كمان، وكل بقى المية كده بزحها كلها كده على الماسورة بترجع معايا زي الفل. صراحة احلى حاجة لتنظيف البلكونات هي المية، مش الكنسة او اي حاجة. المية كده سريعا كده بتخليها زي الفل. وبرضو ما نستعملش مية كتير كده عشان ما نهدرش في المية يعني. اهي بقت زي الفل بوريها لكم اهي، بقت معايا بتبرق كده. طبعا لما بتنشف كمان اكتر بالفرق بيبان يعني، بتبقى معايا زي الفل. وكده خلصت بقى يومي. وعجبكم الفيديو بقى اعملوا لايك واشتراك، ومع السلامة بقى. اشوفكم في فيديوهات كتير جاية ان شاء الله. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، بوريلكم بقى من فوق ومن تحت بقى ظبطت. مع السلامة بقى، في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله.